وهذه النظرية التي ذكرها الفيدركاتي تعتبر أعظم سيف قاطع للفقهاء الذين يعملون بعلم الرجال، لأن نحن لا عملنا بعلم الرجال كما قال الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية، يقول أسر روايات أهل البيت في الكتب الأربعة هي صحيحة والباقي على منهج ومسلك الرجال ضعيفة. هذا يعني أن تراث أهل البيت تلقى في البحر، والصحيفة السجادية تلقى في البحر، ونهج البلاغة تلقى في البحر. وأنا إن شاء الله سوف أبدأ بالتأليف كتاب وعنوانه علم الرجال كارثة العصر، وسوف إن شاء الله تعالى أحقق هذا المطلب تحقيقا علميا لا يسبقه أحد، وأن الحوزة العلمية في قم والنجف قد سلكوا مسلك الرجال وأصبح عندهم عمودا فقهيا. هذه طامة كبرى للقضاء على الفقه والعقائد، ويؤدي على تعبير صاحب الجواهر الذي يعمل بالروايات معرضا عن كلام الأصحاب فقد أتى بفقه جديد بل خرج عن رقة الإسلام. فاتقوا الله أيها الحوزة تهتمون بالقشور، تهتمون بعلم الرجال وبكتب الفلسفة والكلام والعرفان، وهجرتم فقه آل محمد كما قال الشهيد الثاني في رسائله، قال أن بلاد الأعاجم اهتموا بالفلسفة والمعقول، اهتموا بدين أرسطو بدين الكفر، وهجروا روايات معدن النبوة والوحي، روايات أهل الحكمة. فأيها الحوزة أنتم لا، مع احترامي للأدلة، لا تفهمون وليس لكم معرفة بمعرفة الاجتهاد الفقهي وكيف الوصول إليه. أسرار العلمية لا يعرفها إلا الأكابر والأساطير، وهذه البلية جاءتنا من الاعتماد على الرجال اعتمادا كليا وهجر العمل بالشهرة العملية. هذا يعني أن الحوزة العلمية سوف تأتي بفقه جديد على تعبير صاحب الجواهر. فالحوزة يجب أن ينتبهوا. لماذا؟ أنا قرأت